هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 8 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي نسلط المزيد من الضوء على الأحداث الجارية في إقليم جنوب البحر الأحمر، وذلك عبر اللقاء الذي أجراه الأستاذ أحمد شريف مع الأستاذ هلال العفري حول آخر تطورات الأوضاع في إقليم جنوب البحر الأحمر والأوضاع العامة لسكان الإقليم. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. قوات خفر السواحل اليمنية تقول أنها أسرت جنودا من القوات البحرية الإريترية. وزير الإعلام الإريتري يقول بأن المعركة ضد فيروس كورونا لم تنتهي في البلاد. مقتل مسؤولين إداري وأمني في إقليم الأمهار الإثيوبي. وأخيرا، أحد أقرباء رئيس جنوب السودان يطلق النار على مدنيين. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. نسبت صحيفة عدن الغد والتي تصدر في عدن إلى قائد قوات خفر السواحل اليمنية اللواء ركن خالد محمد صالح القملي قوله بأن قوات بحرية إريترية شنت ظهر يوم الأربعاء الماضي 3 من يونيو الجاري هجوما استهدف جزيرتي حنيش وزقر. وأكد المسؤول اليمني للصحيفة بأن القوات اليمنية استولت على قاربين إريتريين بينما فر القارب الثالث، وتم القبض على 8 من جنود القوات البحرية بكامل أسلحتهم كما قالت الصحيفة. من ناحية أخرى، أكدت صحيفة القدس العربي نفس الخبر بعد نسبه إلى المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، الذي أفاد بأنه تم اعتقال الجنود الإريتريين بعد دخولهم إلى المياه الإقليمية لليمن بالقرب من جزيرة حنيش. وقالت الصحيفة بأنه لم يتسنى الحصول على تعقيب على الاتهام من السلطات الإريترية. في تغريدة له في تويتر يوم الأربعاء الماضي، قال وزير الإعلام الإريتري ماني جبري مسقل بأن المعركة ضد وباء كورونا في إريتريا لم تنتهي بعد، وأكد بأنه تم اكتشاف حالة لامرأة مصابة مع زوجها وتم حجز 13 شخصا كانوا مخالطين للزوجين. وجاءت تصريحات الوزير بعد تأكيده في 15 من الشهر الماضي بأن إريتريا أصبحت خالية من المرض، وذلك بعد شفاء 39 مصابا بالمرض ومغادرتهم للحجر الصحي. وقال بأن الاختبارات العشوائية للتأكد من المرض سوف تستمر خارج المدن لتصل إلى أطراف أخرى. وكانت وزارة الصحة الإريترية قد قالت في بيانات متكررة بأن كل المصابين بالمرض قد شفوا تماما، بينما أكد وزير الإعلام انتصار البلاد على المرض كما قال في وقت سابق. ذكرت صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية بأن مسلحين 2 كانا يقودان دراجة نارية بدون لوحة أرقام أطلقا النار على مسؤول إداري وأمني في ضاحية رايا جوبو في إقليم ولو بمقاطعة الأمهارة، وأدى إطلاق النار إلى مصرع الرجلين في الحال. ولم تعثر الشرطة على الجناة في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي حسب ما أفادت بذلك الصحيفة. من ناحية أخرى، أطلق مسلحون النار أيضا على 10 موظفين حكوميين في منطقة واللقاء بإقليم الأورومو، مما أدى إلى مقتل 3 منهم وجرح آخرين. وتشهد المنطقة تحركات عسكرية واسعة لما يعرف بجيش الأورومو المنشق عن جبهة تحرير الأورومو. وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الجيش الإثيوبي بإعدام 39 من مقاتلي هذا التنظيم المسلح بدون محاكمات الأسبوع الماضي بعد أسرهم في مواجهات ضد الجيش الحكومي. وتشهد إثيوبيا حالة من عدم الاستقرار بسبب تردي الأوضاع الأمنية في أطرافها، مما يؤدي إلى تصفيات لا تعرف بواعثها المباشرة. أفاد موقع بوابة أفريقيا الإخباري المهتم بالشؤون الأفريقية بأن المئات في جنوب السودان تظاهروا نهار الأربعاء الماضي تعبيرا عن غضبهم بعد قتل جندي من أقرباء الرئيس سلفا كير 5 مدنيين في جوبا وفق مصادر رسمية وشهود.
وأكدت الرئاسة في بيان أن الوال أكول وولكير وهو من أقرباء الرئيس أوقف وهو موجود في المستشفى في حالة حرجة. وحسب الجيش فإن الحادث وقع في حي شيركات، وقع بسبب خلاف على أراضٍ. وقال مالوال بيتر وهو شاهد في مكان الحادث أن الوال حاول الاستيلاء على أراضي مدنيين، وحين حاول المواطنون إعادة فتح متاجرهم قدم الوال مع جنوده وبدأ فورا في إطلاق النار على المدنيين. من جهته أفاد المتحدث باسم الجيش الجنرال لوي روي كوانغ إلى وكالة فرانس بريس بسبب سوء تفاهم تطور إلى إطلاق نار بين الوال وحراسه الشخصيين من جهة ومدنيين من جهة أخرى. وحسب الرئاسة فقد قتل 4 رجال وامرأة في تبادل إطلاق النار. وجاء في بيان الرئاسة أن الرئاسة تدين الأمر بأشد الحزم وتطلب من السلطات التحقيق في الحادث والقيام بملاحقة الجناة على الفور. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر من جوبا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. قوات خفر السواحل اليمنية تقول أنها أسرت جنودا من القوات البحرية الإريترية. وزير الإعلام الإريتري يقول بأن المعركة ضد فيروس كورونا لم تنتهي في البلاد. مقتل مسؤولين إداري وأمني في إقليم الأمهرة الإثيوبي. وأحد أقرباء رئيس جنوب السودان يطلق النار على مدنيين. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إيرينا. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، تحية لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة إيرينا الدولية من باريس. لا تزال إذاعة إيرينا تهتم بأوضاع أهلنا وأحبابنا في إقليم جنوب البحر الأحمر وشماله وكل المناطق في إريتريا لما يعانيه الشعب هذه الأيام من ظروف قاهرة نتيجة سياسات نظام هكدف في أسمرة. ولا زلنا في هذه الحلقة كما قلنا نعطي هذه المسألة أهميتها الإعلامية. معنا الزميل هلال العفري ليضعنا في الصورة أكثر ويضعنا كذلك على طبيعة المهددات الحقيقية الموجودة في إقليم جنوب البحر الأحمر تحديداً. أستاذ هلال، مرحب بك في إذاعة إيرينا. مرحب بك أستاذ أحمد، وشكرا لك ولإذاعة إيرينا الدولية على التغطية على عكس معاناة شعبنا في الداخل. في إريتريا بصفة عامة ودنكاليا بالخصوص، من قبل إجراءات الكورونا الاحترازية، من تفشي وباء كورونا الاحترازية، هي البلد كانت سجينة، يعني ما كان في كانت تعيش شبه حظر تجوال قبل قوانين كورونا. ما بعد كورونا الأمر ازداد سوءا في إريتريا بصفة عامة، بوجه التحديد إقليم دنكالي. إقليم دنكالي إقليم نائي جدا، لا توجد فيه مقومات الحياة كما موجودة في المدن الأخرى، مثلا في أسمرة وكرن وكذا ومصور. الآن الجبهة النظام الحاكم في إريتريا ما وفر أي بدائل، سواء كان على الجانب الغذائي. أغلب كل المنافذ، أغلب المنافذ الميناء، الموانئ البحرية والمعابر الحدودية مع جيبوتي وإثيوبيا. الظروف الآن سيئة جدا يعني في دنكاليا، والمجاعة قاعد تهدد المواطنين، وهذا النظام قاعد يعتمد على تجويع هذا الشعب. نقدر نقول هو يتعمد لمواصلة سياسة التطهير العرقي والتهجير الغصري للشعب العفر في دنكاليا. طيب أستاذنا هلال العفري، هل تفتكر إنه مشكلة الإقليم كان يعني لأنه الإقليم معتمد اعتماد كلي في حاجاته الغذائية على إثيوبيا واليمن والمنفذ البحري، الآن نتيجة للأوضاع الموجودة زي ما أنت عارف ما قادرين يمارسوا؟ هل هي هذه المشكلة ولا هي سياسة أصلا متعمدة من النظام منذ التحرير؟ يعني زي ما ذكرت حضرتك الآن
التطهير والإبعاد وما إلى ذلك. وكيف صمد أهلنا في الإقليم طوال هذه السنين إذا كانت المسألة هي من زمان، أم هي لهذه الظروف الطارئة؟ المسألة هي نظام الهيكدف بعد ما سيطر على الدولة الإريترية بأكملها، هو بدأ يمارس سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري لشعب العفر في إقليم عفر بحر الأحمر. المسألة ما جديدة، لكن الآن نحن نقول الخطر الآن قاعد يهدد. الآن الأمر يختلف. هو قاعد يعمل حجة كورونا، أنه في البلد كورونا، ووضع قوانين ووضع أشياء كثيرة، حجج كثيرة يعني عشان يبرر في إقليم دانكاليا. الآن مين ما فرض الحظر بتاع كورونا بداية الإبريل إلى اليوم لا تدخلوا أي شيء. الآن في كانت مواد غذائية كانت تدخل من إثيوبيا من الحدود ما بين بدا، من جهة بدا وبوري وجيبوتي أيضا من جهة جيبوتي، ومن اليمن. نعم. اعتقل وصادر كل المواد الغذائية اللي كانت تأتي من دول الجوار. ليش صادرها؟ تحت حجة إيش أستاذ هلال؟ هو قاعد يبرر المسألة أنه في الآن قوانين ممنوع يعني من تفشي وباء كورونا بحجج واهية، حماية الناس من تفشي وباء كورونا وحجج أخرى. هذه لا، إذا أنت ما وفرت لشعبك أي بديل، لا توجد هناك أي مواد غذائية في الداخل، وأنت لم توفر للسوق الداخلي أي شيء، ماذا يفيد أنه تحاصر الشعب؟ وهذا نحن نعتبره تعمد من النظام من يحاصر الشعب ولما يحرمهم من المواد اللي قاعد تدخل من دول الجوار. ده هو التجويع الممنهج يعني. طيب أستاذ هلال، ما هي الحاجات اللي كانت دخلت من دول الجوار وأممها النظام أو مجموعة الهيكدف؟ هي المواد الغذائية زي ما تقول الدقيق والرز كلها مأكولات ما فيها أي شيء. وهو كانت قوافل كانت تدخل من لعين بدا، من عجمروق إلى لعين بدا، ومن عدكوة إلى نبويا، ومن جيبوتي أيضا برضو من الحدود من منطقة ملحلي إلى اتجاه رحيتة كانت تدخل. برضو من اليمن في كانت زوارق سيد كانت تدخل إلى دانكاليا. فكله صادر كل المواد الغذائية. حتى قبل أمس كان يؤكد في التلفزيون الرسمي في إريتيفي في ناس مواطنين أجتهم معونات غذائية أو مصاريف غذائية من دول الجوار في ضواحي عصب في منطقة اسمها حرسلة، وصادر يمكن 28 كونتال، وأعلنها في التلفزيون الإريتري في القناة الإريترية الوحيدة، وأحرق هذه 28 كونتال وهي تابعة لمواطنين بحجة انتهاء الصلاحية. النظام قاعد يلعب فوضى التجويع. لا توجد أي جهة يعني تحاسبه أو تراقب، وكأن الناس شبعانين من الدقيق في الوقت الذي فيه الحملة الإعلامية عليه. وقاعد ينشر في القناة بتاعه إنه الناس بخير عليها، وعشان نحافظ على صحتهم أحرقنا 28 كونتال من دون حياة. يعني هو تعمد النظام وفوضته اللي قاعد تحصل فيه. نعم. طبعا هي المعاكسات ومواجهة السكان في إقليم جنوب البحر الأحمر والتضييق عليهم في حياتهم ما هي حاجة جديدة. نحن نتذكر، وربما المستمع يتذكر، مصادرة القوارب وقوارب الصيد يعني، وفرض غرامات وأتاوات فوق طاقة الناس، وعدم تقديم المعينات سواء كان في الصيد، محاصرة الصيادين في بيع الأسماك ويفرض عليهم بيعها في مناطق معينة، أو إلى إدارة الموانئ البحرية وغيرها من ذلك. أستاذ
هلال، أولا ما رأيك في صحة تلك المعلومات؟ المعلومات كلها هي صحيحة، وكانت في منظمة كانت أخرجت قبل 3 أيام بيان تفصيلي يعني، وحيكون برضه هنا في معلومات جديدة الآن برضه الناس تأكدت منها، وفي بعض المعلومات يعني يأكدها النظام عبر قناته يعني. وهو أبناء الإقليم الكل الناس في الداخل قاعد تستغيث، أصلا الإقليم ده قاعد يعيش أهلهم أكثرهم خارج البلاد. الناس في جيبها فلوس ما تقدر تحسن تشتري عيش واحد ولا خبز واحد. حتى المواد الغذائية التي كانت توزعها الزوبة ما في الآن، حتى معدومة. ما الهجف هو اللي كان يوزع، لا توجد أي مواد غذائية في عسل بصفة عامة. معلومات أنه احتجز الجمال القوافل اللي كانت تدخل ومصادرة كم زورق، 50 زورق ما يقارب 50 زورق في إدارة قلعلو. هذه كلها معلومات حقيقية والناس معروفة للعيان. حتى العيان في المنطقة ذهبوا إلى مندوبية الحكومة وأخبروهم إنه نحن قاعدين في مجاعة ونحن في خطر ويعملوا لنا أي حاجة. ومشكلة أي مسؤول في الزوبة يقول لك حنشيلها إلى فوق، أنت ما تعرف مين اللي فوق ومين اللي تحت. أي مسؤول يجي عندهم يجتمع فيهم ويقول كل شيء بنعمله ونرفعه فوق، ولا حد عاد إليهم. وحتى الآن المواطنين يعانون من التجويع والحصار المفروض عليها. الآن المطلوب هو من المنظمات الحقوقية والسياسية واللي عنده وكل من يهمه الأمر هو الضغط السياسي والإعلامي، لأن هذا النظام ما قاعد يقبل أي معونات من علي بابا. حتى الملياردير الصيني اللي قدم معونات لإريتريا رفض، والإماراتيين والقاعدة الإماراتية اللي موجودة حتى في عصب قدمت معونات، النظام رفض. يعني هذه هو السياسة ممنهجة يعني. طيب أستاذ هلال، بتعني شنو مثلا الضغط الإعلامي والضغط السياسي؟ الإعلامي ده مفهوم، قصدك شنو بالضغط السياسي؟ لا بد من الممارسة على النظام. أيوة، هو الآن ما يجري الآن القنوات العالمية، تحريك القنوات العالمية، لأنه الشعب الإريتري عنده نخب في الخارج، نخب ما شاء الله عليها، لكن ما يتحركوا لما تصير مشكلة ما يتحركوا، ولا أشياء بسيطة. الآن في حركة في تويتر وحركة في الفيسبوك وحركة في إذاعات بتاع المعارضة، قاعد حتى يجيب نتائج وهو مضغوط وزعلان وقاعد يتصرف بتصرف طفولي. راح ليش صادر أمس 28 كنتال، وليش هاجموا المحلات في عصب؟ هو كله الضغط الإعلامي اللي قاعد يحصل في الخارج. هذا هو أنه قاعد كأنه يهدد المواطنين في مسألة إذا تحركوا خطوهم في الخارج وضغطوا عليه. والسياسيا والضغط السياسي أيضا مطلوب، وهو الآن موجود في مجلس حقوق الإنسان وعنده عضوية، ونخبنا برضو عليها أن تأثر وتتحرك على قلب رجل واحد ويقدموا تقارير من الداخل للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان اللي هو قاعد عضو فيها الآن، عشان تدينوا هذه المنظمات، وأيضا يحركوا علاقاتهم بدول الجوار مثلا إثيوبيا وجيبوتي والسودان. ما يحصل الآن في إريتريا وبالتحديد في إقليم عبر البحر الأحمر كارثة، يعني كارثة ونكبة للشعب اللي موجود. نعم فعلا أستاذ هلال العفري، وحديثك لإذاعة إرنا لا يزال متواصل. وبشكل عام منطقة جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر، وكما تعلم أن إريتريا كلها يعني معرضة لمجاعة
محققة يعني طالما الحدود مكفولة من هنا وهناك، ولكن سكان المنطقة اللي يعني دفعت ثمن غالي حتى أيام الحروب في أزمة بادمة كما تعلم، هذه المناطق مناطق كثيرة كانت جبهات قتال يعني، وإنسان المنطقة يعني هو دائما بيدفع الثمن الغالي، وتأثير ذلك طبعا واضح على حياة الناس وظروفهم الصحية والنفسية وما إلى ذلك. تفتكر أنه التصعيد إلى المنظمات الأمم المتحدة وغيرها يمكن أن يشكل ضغط كبير على النظام، والنظام هو ما لأول مرة ينتهك هذه الحقوق؟ برأيك ما هي الآلية الأكثر فاعلية للضغط على النظام من المجتمع الخارجي؟ هو الآن كان هو الآلية القوية اللي كانت هي اللي نستخدمها بصفة عامة كمعارضة لك هو مظاهرات ضد هذا النظام أمام سفاراته وأمام مجالس دولية ومنظمات دولية السابقة. الحين الآن بحجة الكورونا كل شيء مغلق. الأهم هو أنه توحيد صفوف قوى المعارضة الإريترية، وحيقدر يعملوا حاجة إذا توحدوا هم وقدموا خطة لإنقاذ دنكاليا أو إنقاذ الشعب المنكوب في إقليم البحر الأحمر أو في إريتريا بصفة عامة. الآن ما يجري قاعد هو حتنتقل من إقليم إلى إقليم وحتعم المجاعة، ما حتوقف في هذا الإقليم. المشكلة النظام الفاشل في سياساته أو إذا كان هو متعمد في تطهير جزء أصيل من الشعب في إريتريا، ده برضه حيكون له خطورة فيما بعد. هو حيتخذ خطوة خطوة ويدمر باقي الشعوب في الخارطة الإريترية. الآن الجميع كل القوى الإريترية لازم تتحرك بما فيها السياسية والخيرية والحقوقية عشان تقدم حاجة بسيطة لهذا الشعب. ما في حاجة ما تفيد. الآن هو المفيد الحركة الصامت. حتى الآن ما شفناش أي تحرك من المعارضة الوطنية. ما هو حزبين ممكن ينشر بيان في الفيسبوك، ما يفيد أي حاجة. هو المفيد هو كل القوى الوطنية دي تجتمع ويتبادلوا الخبرات وينسقوا ويعملوا علاقات خارجية موحدة عشان يوصلوا رسالة هذا الشعب إلى مكان بعيد ويعملوا ضغط على النظام. نعم، شكرا لك حبيبنا العزيز العفري، هلال العفري، على حديثك لإذاعة إرنا الدولية. ونحن نتمنى إن شاء الله ربنا يفرج كربة أهلنا في جنوب البحر الأحمر وفي الشمال وفي الوسط وفي الشرق والغرب عموما. ولا زال إنه يعني هذا النظام طبعا يستهدف الإنسان الإريتري ويضيق عليه حتى ما في نهاية المطاف يفرض عليه الفرار والخروج والهروب حتى لا يواجه المواجهة الحقيقية. شكرا لك حبيبنا العزيز، وإن شاء الله إلى مزيد من المعلومات متى ما استجد الأمر. نحن على استعداد لعكسها. وكلمة أخيرة أستاذنا العزيز. شكرا لك أستاذ أحمد، وشكرا لإذاعتكم إذاعة إرنا الدولية المسموعة في الداخل وتغطية لهذا الحدث يحرك الشعب على الأقل في الداخل وينتبه لما يجري في جزء من إريتريا. وبرضو عبر إذاعتكم أنا بوجه رسالة لشعبنا في الداخل. شعبنا صمد أكثر من 29 سنة أمام سياسة التهجير القسري وكل أنواعها، وأدعوهم اليوم برضو أن يصبروا وأن لا يتركوا بلدهم لزمرة شكيف. وإن شاء الله حيرفع عنكم هذا الحصار. وأيضا المجتمع الإريتري في الخارج حيكون بجانبكم حتى ينفك الحصار من شعبنا في الداخل. وشكرا لك سيد. شكرا لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا.
المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. قوات خفر السواحل اليمنية تقول أنها أسرت جنودا من القوات البحرية الإريترية. نسبت صحيفة عدن الغد والتي تصدر في عدن إلى قائد قوات خفر السواحل اليمنية اللواء ركن خالد محمد صالح القملي قوله بأن قوات بحرية إريترية شنت ظهر يوم الأربعاء الماضي 3 من يونيو الجاري هجوما استهدف جزيرتي حنيش وزقر. وأكد المسؤول اليمني للصحيفة بأن القوات اليمنية استولت على قاربين إريتريين بينما فر القارب الثالث، وتم القبض على 8 جنود من القوات البحرية الإريترية بكامل أسلحتهم كما قال المسؤول اليمني. وزير الإعلام الإريتري يقول بأن المعركة ضد فيروس كورونا لم تنتهي في البلاد. في تغريدة له في تويتر يوم الأربعاء الماضي قال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل بأن المعركة ضد وباء كورونا في إريتريا لم تنتهي بعد، وأكد بأنه تم اكتشاف حالة لامرأة مصابة مع زوجها وتم عزل 13 شخصا كانوا مخالطين للزوجين. وجاءت تصريحات الوزير بعد تأكيده في 15 من الشهر الماضي بأن إريتريا خالية من الوباء. مقتل مسؤولين إداري وأمني في إقليم الأمهار الإثيوبي. ذكرت صحيفة ذا ريبورتر الإثيوبية بأن مسلحين 2 كانا يقودان دراجة نارية بدون لوحات أرقام أطلقا النار على مسؤولين إداري وأمني في ضاحية رايا غوبو في إقليم ولو بمقاطعة الأمهار، وأدى إطلاق النار إلى مصرع الرجلين في الحال. ولم تعثر الشرطة على الجنات في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي حسب ما أفادت بذلك الصحيفة. أحد أقرباء رئيس جنوب السودان يطلق النار على مدنيين. أفاد موقع بوابة أفريقيا الإخباري بأن المئات في جنوب السودان تظاهروا نهار الأربعاء تعبيرا عن غضبهم بعد قتل جندي من أقرباء الرئيس سيلفا كير 5 مدنيين في جوبا وفق مصادر رسمية وشهود. وأكدت الرئاسة في بيان لها أن الوال أكوك ويل كور وهو من أقرباء الرئيس أوقف وهو موجود في المستشفى في حالة حرجة. وحسب الجيش فإن الحادث وقع بسبب خلاف على أراضٍ بين الضابط ومدنيين آخرين، وأدى إطلاق النار إلى مقتل 5 أشخاص من ضمنهم امرأة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@irena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في برامج أخرى لإذاعة إرينا، لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان وزملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.